صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعضينا احلى صينيه مكرونه بالبشاميل. النهارده هنعمل مكرونه بطريقه حلوه جدا. طبعا اعتقد ان كلنا ما بنستغناش عن المكرونه البشاميل، خصوصا في اي عزومه او عندنا مناسبه. فدايما المكرونه البشاميل بتكون من الوصفات الاساسيه او من الحاجه الاساسيه لازم تكون موجوده عندنا على السفره. النهارده هوريكم ازاي تعملوها بطريقه حلوه جدا، وازاي تطلع كمان معاكم المكرونه جوسي، والمكرونه ما تكونش طبعا معجنه، يعني وانتوا بتاكلوها كده ما تحسوش ان انتوا بتاكلوا عجين. ازاي تطلع معاكم المكرونه مظبوطه. هنقول على شويه خطوات كده واحنا شغالين هتطلع معاكم المكرونه مظبوطه جدا وطعمها حلو. حتى لو قعدت معاكم يوم او يومين في التلاجة هتبقى محتفظه بطعمها، والمكرونه كمان هتكون محتفظه بنفسها، مش هتكون كده معجنه بعد يوم او يومين. لا، هوريكم النهارده ازاي تعملوها بطريقه حلوه. بس قبل ما نبدا الفيديو، اهم حاجه متنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. هنا اول حاجه هنبتدي بيها، معايا نص كيلو من المكرونه. انا هستخدم المكرونه البنه، لكن انتوا ممكن تستعملوا اي نوع مكرونه مفضل عندكم. بس اعتقد المكرونه البنه اللي هي يعني اكتر حاجه مشهوره بيها المكرونه البشاميل هي المكرونه الاقلام. اول حاجه بقى هنبتدي بيها ان احنا هنسلق المكرونه. حطيت بقى حله على النار وحطيت ربع معلقه صغيره من الملح، وهسيب البسطه تستوي. بس اهم حاجه ما نسويهاش يعني سوا زياده عن اللزوم، يعني لو موجود على مكتوب على الباكو 7 دقايق، فاحنا هننزلها يعني من على النار بعد 5 دقايق، علشان تكون المكرونه محتفظه بنفسها. لان اول ما بتنزل من على النار فطبعا بتكمل سوا، فهنقلل السوا. يعني لو 7 دقايق هيبقى 5 دقايق بس. نيجي بقى هنا المكونات. اللحمة معانا اللي هو العصاج، معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. هحتاج كمان بصلتين كبار مبشورين، وهحتاج كمان 3 جزرات كده متوسطين مبشورين برضو، وكوباية من صلصة الطماطم، ومعايا زيت زيتون، ومكعبين صغيرين من الزبدة، ومعلقة صغيرة من التوم المفروم. واحتاج بقى هنا التوابل اللي هنستخدمها. هنا بقى معايا شطة، طبعا لو انتوا حابين ان هي تكون سبايسي شوية، ومعايا جوز الطيب وملح وفلفل اسود، ومعايا مكعب مرقة الدجاج. كل حاجة هكتبها لكم يعني في صندوق الوصف، حتى لو انا نسيت اي حاجة هتلاقي كل حاجة مكتوبة تحت الفيديو في صندوق الوصف. هي دي كل مكونات اللحمة او كل مكونات العصاج معانا. هنا بقى على النار حطيت حوالي كده 3-4 معالق من زيت الزيتون، ونزلت كمان بالزبدة. هنسيح بقى الزبدة مع زيت الزيتون، وبعد كده هنضيف أول حاجة اللحمة. مش هننزل بالبصل زي يعني دايما متعودين أول حاجة بننزل بيها البصل، لأ، هننزل باللحمة الأول. هنسوي اللحمة عشان تكون نزلت كل السوائل اللي فيها، وتكون يعني استوت. أول ما اللحمة هتبتدي تستوي طبعا، يعني هيبتدي بقى لونها خلاص هيبتدي يتغير، ان هي هتخش بقى في السوا. هي كده لسه ما استوتش سوا كامل، يعني تقريبا نص سوا. هبتدي انزل بقى عليها بالبصلتين، وهنقلب بقى كده كل المكونات دي مع بعض، يعني اللحمة مع البصلة. هنسيبهم كده حوالي تقريبا 10 دقايق. الطريقة دي طبعا افضل طريقة، ان دايما احنا لما بننزل بالبصل في الاول، فالبصل طبعا بيبتدي ان هو ياخد لون على طول مع اللحمة. لكن الطريقة دي حلوة، ننزل الأول باللحمة وبعد كده بعديها البصل. وضفت هنا بقى معلقة الثوم. طبعا مش قادرة أقول لكم طبعا ريحة الثوم مع البصل واللحمة بجد مخلية، يعني هتدي ريحة اللحمة أو ريحة العصاك هتديله ريحة حلوة جدا. وهنزل كمان بقى بالبصل 3 جزرات المبشورين، وهقلب بقى كده كل المكونات دي كلها مع بعض. أول ما تبتدي بقى خلاص يعني كل حاجة تدبل، البصل والجزر، هنبتدي بقى نضيف مكعب من مرقة الدجاج. وبعد كده هنبتدي بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. طبعا هنا بقى في المرحلة دي احنا هنقلب، وهنسيب برضو العصاج كده شوية حوالي تاني 10 دقايق تاني، لحد بس ما اللحمة تبتدي ان هي تاخد من طعم البصل والجزر والتوابل. انا سبتها تاني كده تقريبا حوالي 10 دقايق، يعني هي لسه اللحمة طبعا ما استوتش، هتكمل سواها طبعا في الفرن مع المكرونة. وبعد كده زودت كوباية من صلصة طماطم. أنا هنا استخدمت صلصة طماطم مركزة. انتوا بقى لو هتستخدموا طماطم فريش يبقى هتستخدموا حوالي كوبايتين من صلصة طماطم، وتزودوا معاها معلقة كبيرة من معجون صلصة طماطم عشان تدي اللحمة كده لون حلو. هنا اللي انا استخدمتها ديت طبعا صلصة مركزة، وزودت كمان نص كوباية من مية المغلية، بس للأسف الكاميرا مكانش بتصور. خلاص كده العصاج بقى جاهز. ابتدي بقى انزله من على النار، وابتدي بقى نحضر مع بعض البشاميل. معايا معلقة كبيرة من الدقيق، هستخدم كمان لتر من الحليب، ومعايا كام مكعب من الزبدة.
هنا كمان بقى معايا التوابل، معايا ملح وفلفل أبيض، ومعايا رشة بسيطة من القرفة لو انتوا حابين طعم القرفة. معايا كمان زيت زيتون، هاخد يعني حوالي 3 4 معالق من زيت الزيتون، ومعايا هنا تقريبا 250 ملي من كريمة الخفق اللي هي بنستخدمها في المطبخ. وهنا بقى هاستخدم جبنة بيلادلفيا. طبعا لو انتوا حابين تضيفوا جبنة، اي نوع جبنة كريمي، مش لازم خالص الجبنة اللي انا استخدمتها، اي نوع جبنة كريمي بتدي طعم حلو جدا للبشاميل. هنا بقى يعني في كسرولة على النار، اول حاجة ضفت طبعا الزيت، وبعد كده الزبدة عشان لو حطينا الزبدة لوحدها طبعا هتتحرق. وبعد كده نزلت بالدقيق، معلقة كبيرة كده من الدقيق، معلقة مليانة، وهبتدي بقى نقلب كده لحد بس ما يعني الدقيق يستوي شوية. بس نخلي بالنا نبقى موطين النار علشان الدقيق طبعا ما يتحرقش وهيغير طعم الكريمة خالص. اول بقى ما خلاص ما الدقيق ان هو يبتدي ان هو ياخد لون كده اصفر فاتح، نبتدي بقى نضيف اللبن شوية بشوية. لو انتوا خايفين بس ان هو يعمل معاكوا كتاتولات، فانزلوا بالحليب شوية شوية صغننين لحد ما تخلصوا لتر الحليب كله. وبعد كده اهم حاجة لازم تكونوا طبعا ماسكين الفروستة بالايد التانية علشان تقلبوا على طول، عشان الدقيق ما يعملش معاكوا اي كتاتولات. اول بقى يعني ابتدى خلاص يعني الكريمة ابتدت ان هي تتقل، هنبتدي بقى نضيف الكريمة. طبعا انا قلت لكم لو انتوا حابين تضيفوا كريمة، مش حابين ممكن تضيفوا الجبنة بس، يعني حاجة من الاتنين. بس انا بصراحة بحب اضيف الاتنين، ان هي بتدي طعم حلو جدا. كريمة الخفق وكمان مع الجبنة بيدوا طعم حلو جدا للكريمة. طبعا انتوا ممكن تستخدموا اي نوع جبنة كريمي انتوا يعني بتحبوها او مفضلة عندكم. اول بقى خلاص ما يعني ما ابتدت الجبنه خلاص تسيح، وابتدت معاكم البشاميل هبتدي تحسوا ان هو ابتدى يتقل. بس اهم حاجه ما تسووش يعني تسيبوش البشاميل فتره طويله على النار علشان ما يبقاش تقيل معاكم، يعني خلوه شويه جوسي كده، يعني يبقى البشاميل شويه طري معاكم. ونزلت بقى بالتوابل، وهنسيبها كده حوالي تقريبا 5 دقايق تاني على النار. اول بس ما يبتدي ان هو يعني الكريمه ابتدي ان هي تغلي معاكم، خلاص يقفلوا النار ونزلوها من على النار. خلاص هي كده بقت جاهزة، يعني زي ما انتوا شايفين ان هي طرية شوية. يعني انا ما سبتهاش لحد ما يعني ما تسيبوش الكريمة لحد ما تلاقوها ان هي بقت تقيلة قوي، لا سيبوها كده تبقى طرية، هتخلي معاكم المكرونة يعني جوسي. هنا بقى انا استخدمت صينية بايركس، انتوا ممكن تستعملوا اي يعني صينية انتوا عايزينها. وهضيف كده في الاول معلقتين 3 من الكريمة. هنا طبعا انا لما بحب اعمل صينيه مكرونه وببقى كده فاضيه ما وريش حاجه وعايزه اعملها بمزاج، فببتدي ان انا ارصها كده اهوت. لما بنيجي نقطعها نقطع كده القطعه بتبقى منظرها كده منسق ومرتبه، بتبقى منظرها جميل جدا وشيك. طبعا لو انتوا حابين تعملوها بنفس الطريقه، لو مش حابين واوقات كتير طبعا ببقى مستعجله، فبضيف نص كميه المكرونه في الاول، وبعد كده هنضيف النص المكرونه التاني بعد ما نضيف العصاج. هنا حطيت أنا نص كمية المكرونة، وبعد كده هنضيف حوالي معلقتين 3 كده، نغطيها كده على الوش بالكريمة. وبعد كده هبتدي بقى نحط العصاج. شايفين شكله عامل ازاي؟ صدقوني شكله يعني شكله حلو جدا. طبعا شايفين اللحمة كمان، ولون العصاج لونه حلو، وكمان ريحته بجد في منتهى الجمال. هضيف بقى شوية جبنة بارميجان، طبعا لو انتوا حابين تضيفوا جبنة، بس خلوا بالكم طبعا علشان الجبنة اللي هتضيفوها بتبقى فيها شوية نسبة ملح عشان ما تطلعش معاكم المكرونة ملح. وهضيف كمان شوية جبنة موتزاريلا في النص. طبعا لو انتوا عايزين تستغنوا عن اي حاجة ممكن تستغنوا عنها او ممكن تبدلوها، مفيش اي مشكلة. ممكن كمان بدال الجبنة البارميجان ممكن تستعملوا جبنة رومي، يعني تجيبوا الجبنة الرومي وتبشروها وتحطوا حوالي كده معلقتين كده في النص، بيدي طعم برضو حلو للمكرونة. وهنا بقى ابتديت ان انا ارص باقي كمية المكرونة بالشكل ده، وهضيف كمان بقى باقي كمية الكريمة هضيفها كلها كده على الوش.
هنا بقى أنا يعني مش هاحط بيض على الوش زي ما إحنا دايمًا متعودين، لازم صينية المكرونة البشاميل لازم يكون في بيض على الوش، لأ أنا المرة دي بقى يعني عملتها بطريقة جميلة جدًا، حطيت شوية جبنة موتزاريلا على الوش، وحطيت كمان معلقتين من زيت الزيتون بيديها لمعة حلوة جدًا، ودخلتها بقى الفرن أول بس ما هتاخد لون كده، طبعًا كل حاجة فيها مستوية، العصاج مستوي وكمان المكرونة طبعًا مستوية، فمجرد بس إن هي هتاخد لون أو ممكن نفتح عليها الشواية بس هتاخد لون كده من فوق، لون يعني حلو كده، لون دهبي حلو، خلاص بنطلعها. بجد طعمها وريحتها في منتهى الجمال. طبعًا ده تاني يوم بعد ما اتمسكت شوية، طبعًا المكرونة البشاميل لازم تتاكل وهي سخنة. لكن طبعًا لو أنتم عندكم عزومة وعايزين طبعًا تقدموا الخلطة كدهوّة تبقى ماسكة نفسيها، يبقى أنتم هتسيبوها شوية بعد ما تخرج من الفرن إن هي تهدى بس، وبعد كده قطعوها. طبعًا المكرونة البشاميل طبعًا ما ينفعش تتاكل غير وهي سخنة لسه طالعة من الفرن، تتحط على السفرة وتتاكل وهي سخنة. وبس كده، أتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم، جربوا المكرونة البشاميل على طريقتي، وبألف هنا وأشوفكم تاني على خير في فيديو جديد وباي باي.